والتصويبة يا رب. يا بن رمضان افطر، يا بن رمضان افطر. في كل جيل يظهر نجم يحمل بين قدميه موهبة استثنائية وروح مقاتلة، لاعب لا يعرف المستحيل ويصنع الفارق في كل لمسة وكل تمريرة. واليوم نتحدث عن واحد من أبرز نجوم الكرة التونسية وأحدث صفقات النادي الأهلي المصري، محمد علي بن رمضان. قصة لاعب بدأ من الأحياء التونسية البسيطة وتحول إلى نجم تتغنى به الجماهير في تونس، ثم أصبح الحلم الأحمر يتحقق بانضمامه إلى قلعة البطولات النادي الأهلي. رحلة كروية حافلة ومثيرة تستحق أن تروى بكل تفاصيلها، فاستعدوا للغوص معنا في مسيرة نجم خط الوسط المقاتل محمد علي بن رمضان. ولد محمد علي بن رمضان يوم 6 سبتمبر سنة 1999 في تونس العاصمة، ونشأ في بيئة كروية محبة لكرة القدم، حيث بدأ عشقه للكرة منذ نعومة أظافره، وكان يقضي ساعات طويلة يلعب في الشوارع والساحات الشعبية مع أصدقائه. وبدأت موهبته تظهر بشكل لافت وهو في سن صغيرة جدا، وفي عمر 10 سنوات التحق بمدرسة الترجي التونسي لكرة القدم، وهناك بدأت رحلته الحقيقية نحو عالم الاحتراف. داخل أكاديمية الترجي تدرج بن رمضان في جميع الفئات العمرية بسرعة لافتة، نظراً لموهبته الكبيرة وقوته البدنية وذكائه التكتيكي. كان مدربوه يشيدون دوماً بروحه القيادية داخل الملعب وقدرته على التحكم في نسق اللعب وتمريراته الذكية الحاسمة. في عام 2017 وعندما بلغ 18 من عمره صعد إلى الفريق الأول للترجي التونسي ليبدأ أول فصول المجد الكروي. لم يكن ظهوره مع الفريق الأول مجرد مشاركة عابرة، بل أثبت سريعاً أنه لاعب من طراز نادر. شارك في مباريات الدوري التونسي وبدأ يخطف الأنظار بأدائه القوي وتدخلاته الدقيقة وقدرته على استخلاص الكرات وبناء الهجمات، إلى أن أصبح أحد أعمدة خط وسط الترجي. شارك في دوري أبطال إفريقيا وتألق في مواجهات مصيرية ضد أندية عريقة، وساهم في تتويج فريقه بأكثر من لقب محلي وقاري، من بينها دوري أبطال أفريقيا 2019 وكأس السوبر التونسي وعدة بطولات دورية. خلال هذه الفترة بدأ اسم بن رمضان يتردد بقوة في الأوساط الكروية العربية والإفريقية، وبدأت العيون الأوروبية تراقبه، خاصة من أندية فرنسية وإيطالية، لكنه كان يفضل البقاء مع الترجي لمواصلة التطور واكتساب الخبرة. في المقابل كان هناك ناد عريق يتابع تطوره عن قرب، يراقب كل تمريرة وكل هدف وكل لحظة تألق لها. ذلك النادي هو الأهلي المصري. منذ عام 2020 بدأ الأهلي يبدي اهتماماً واضحاً بمحمد علي بن رمضان، وورد اسمه في أكثر من فترة انتقالات ضمن قائمة مرشحين للانضمام إلى القلعة الحمراء، خاصة بعد تألقه في دوري أبطال إفريقيا ضد الفرق المصرية مثل الزمالك والأهلي نفسه، حيث أظهر مستوى كبيراً وقدم أداءً جعل جماهير الأهلي تتمنى رؤيته بقميص الفريق. ورغم تعثر المفاوضات في أكثر من مناسبة لم يغلق الأهلي ملف ابن رمضان أبداً، بل ظل الاسم يتردد في مكاتب التعاقدات وداخل غرف المديرين الفنيين، وكان بعضهم يعتبره البديل المثالي لحمدي فتحي أو ديانج. وفي صيف 2025 أعلن النادي الأهلي رسمياً التعاقد مع محمد علي بن رمضان في صفقة أثارت ضجة واسعة في الشارع الكروي لتبدأ صفحة جديدة من التوهج الكروي. اللاعب عبر عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الأهلي واعتبره الخطوة الأهم
في مسيرته الكروية، مؤكداً أن اللعب لناد بحجم وتاريخ الأهلي شرف لأي لاعب في القارة. وها هو محمد علي بن رمضان يقف في واحدة من أكبر المسارح الكروية في العالم، كأس العالم للأندية، بطولة لا يتأهل لها سوى الصفوة، والأندية التي صنعت مجداً قارياً لتقف وجهاً لوجه مع أبطال القارات الأخرى. وفي واحدة من أكثر المباريات ترقباً، اصطدم الأهلي بفريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مباراة كان عنوانها المجد لمن يستحق، وكل الأنظار متجهة نحو ميسي. لكن فجأة بدأ اسم آخر يعلو في سماء اللقاء: محمد علي بن رمضان. في الدقيقة 35 من الشوط الأول خطف بن رمضان الكرة من منتصف الملعب وانطلق بثقة وواجه ميسي وجها لوجه. الجميع حبس أنفاسه، لحظة تاريخية أمام أسطورة العالم. لكن بن رمضان لم يتردد، بمراوغة مذهلة مر من أمام ميسي وتركه خلفه وكأن الزمن توقف للحظة. واصل تألقه في باقي المباريات، فكان صمام الأمان في وسط الملعب، مقاتل لا يهدأ، لا يترك مساحة لمنافس ولا يتوقف عن التقدم والبناء. والتصويبة يا رب! هدف محمد علي بن رمضان في بورتو لم يكن فقط هدفاً في الشباك، بل كان هدفاً في قلوب الجماهير، وثقة أكبر في لاعب أثبت للجميع أنه من طينة الكبار. الجماهير الحمراء منحت بن رمضان مكانة خاصة، وأصبحت تهتف باسمه في كل مباراة، وبدأت المقارنات بينه وبين أعظم من لعبوا في مركزه. البعض وصفه بأنه قلب الأهلي الجديد، وآخرون قالوا ولد من رحم الترجي ليصبح نجماً في سماء